الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن منهاج حياة. نعيش مع القرآن في شهر القرآن. الإنسان حياته في هذه الدنيا قصيرة ولو طالت، فالحياة أقصر من أن نقصرها. ربنا عز وجل حينما قدر أن يستضيف بني البشر وسائر الكائنات هيأ لهم أسباب الحياة من هواء وماء وغذاء وكساء وإيواء ودواء. ومن الإشارات الدالة على ذلك ما ورد في سورة الأنبياء الآية رقم 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فصيغة كل شيء تفيد الاستغراق والشمول. جميع الكائنات حياتها موقوفة على مقومات الحياة، منها الماء. قدر الله عز وجل أن يستضيفنا نحن معاشر البشر، فهيأ لنا مقومات الحياة، وأرسل النبيين والمرسلين لهداية البشر. ربنا قال في آية القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم، والآية في سورة الإسراء، الآية 9 من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في مجالات. المجال الأول هو المجال العقدي الإيماني. المجال الثاني هو المجال التعبدي. المجال الثالث هو المجال التربوي الأخلاقي. المجال الرابع هو المجال التشريعي الضابط لحركة الإنسان في الحياة. نبدأ بالمجال الأول، وهو المجال العقدي الإيماني، وهو الأساس. قرآننا يبصرنا بالله، فيقول في عديد الآيات: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سورة فصلت الآية 53. سنريهم آياتنا، هذه الآيات المبثوثة في هذا الكون الفسيح. من استخدم عقله، والعقل نعمة من نعم الله، سيدرك الحقيقة يقينا، بشرط أن يستخدم هذه الأداة العقل. وقد ذكر العقل بوظائفه المختلفة في الوحي الطاهر في أكثر من 1000 آية، في أكثر من 1000 موضع. ربنا
يذكرنا بنعمة العقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن باستخدام العقل ندرك مقاصد النقل، ندرك أسرار الوحي. ربنا يقول في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما ورد في هذه السورة ورد أيضا في عديد الآيات. نقرأ في سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. هذه الزوجية المبثوثة في الكون نجدها في عالم البشر، في عالم النبات، في عالم الحيوان، في عالم الطيور، في جميع العوالم، ما نعلم وما لا نعلم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وختمت الآية بهذه الصيغة: ليظل الإعجاز القرآني قائما مهما ارتقى الناس في العلوم وبلغوا شأوا عاليا وأدركوا درجة سامقة ومما لا يعلمون سيظل الإعجاز القرآني قائما. ونقرأ في سورة الذاريات في الآية 7: والسماء ذات الحبك، في الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين، في الآية 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وتأتي الآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين، وهي الآية التي تساوي الآية 36 من سورة ياسين. ثم تأتي الآية رقم 50: ففروا إلى الله، فرار إلى الله. ثم تأتي الآية 55: ربنا يقول: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وتأتي الآية 56: ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثمرة من ثمرات الإيمان توحيد رب الله عز وجل. لا بد أن يترجم الإيمان إلى عمل، وأرقى الأعمال عبادة الله، صلاة، زكاة، صياما، حجا، جميع العبادات بمفهومها الخاص وبمفهومها العام. ثم يأتي القرآن ليجذر الإيمان في قلوبنا في عديد الآيات. على سبيل المثال في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى قراءتان إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعد التوحيد مباشرة يترجم عمليا إلى عبادة خالصة لله، كما في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتأتي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، تجذيرا لعقيدة التوحيد. وتأتي آية الكرسي الآية 255 من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى نهاية الآية. والآية التي تليها الآية 256 من سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، وهذه الآية تساوي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت نفي تساوي لا إله، ويؤمن بالله إثبات تساوي إلا الله.
نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تلكم هي النتيجة التي تسعد الإنسان في الدارين، في الأولى والثانية، في الأولى والآخرة. ثم تأتي آيات أخرى لتبين لنا سر الوجود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في سورة الفاتحة نردد: إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن كأمة أيضا الأمة شرفها ربنا وكلفها تشريف وتكليف، كما في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط للمنهج الوسط لتكونوا شهداء على الناس. والأمة لن تدرك هذا المستوى إلا إذا سجلت حضورها الفعال في جميع مناحي الحياة. ففي الآية تشريف أن تكون الأمة المسلمة شاهدة على الناس، ولكن في الوقت نفسه تكليف لتكونوا شهداء على الناس. والآية تثقل كواهل أبناء الأمة وبنات الأمة. لا بد أن تكون الأمة حاضرة حضورا فعالا في جميع مجالات الحياة، في مجال العلوم والمعارف وبناء الحضارة، في جميع مجالات الحياة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الأمة أيضا تعبد الله وتوحده، كما في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون وإن قراءتان: هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا هو المجال الثاني الذي ضبطه القرآن: كيف نعبد الله. يأتي المجال الثالث وهو المجال التربوي الأخلاقي، هذا المجال الحيوي. يأتي القرآن ليطهر الإنسان من خلال آيات التخلية وآيات التحلية، التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. ربنا قال في عديد الآيات: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العملية التربوية التي يجب أن يتصدى إليها الجميع كل من موقعه. هذا الواجب التربوي يأتي بعد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأولياء والمربون والمعلمون والأئمة ورجال الإعلام الجميع مخاطب بهذه التبعات. هذه هي النفس. النفس إن لم نشغلها بالطاعات تشغلنا بالآثام والمعاصي. وصدق الإمام البوصيري حينما يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفطم، إلى أن يقول. هي قصيدة طويلة. المهم يركز على الجانب التربوي في النفس: ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النفس تحتاج إلى تزكية، إلى تربية. إذا كان التعليم ينصرف إلى الرؤوس
فإن التزكية تنصرف إلى النفوس. إذا كان التعليم يملأ الرؤوس بالعلوم والمعارف، فإن التزكية تطهر الإنسان ليواجه الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه راض، كما قال ربنا في سورة الشعراء في الآيتين 88 89: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والجانب التربوي كما هو مقرر في الوحي الأول في القرآن الكريم، نجده أيضا في السنة النبوية المطهرة. يكفي أن نذكر بعض الأحاديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذه درجة عالية. ويقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية للإمام البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن هذا الجانب الأخلاقي التربوي نجده في الوحي الطاهر من أجل تزكية الإنسان ليقوم بالشهادة على الناس، ليقوم بدوره في الحياة، ليبني حضارة تسعد الناس ولا تشقيهم. ثم يأتي المجال الأخير وهو المجال التشريعي. القرآن فيه هداية للناس. القرآن كتاب هداية وتشريع، يضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة، من بطن الأم إلى بطن الأرض، من بطن الأم إلى بطن الأرض. نجد في شريعتنا أحكاما خاصة بالجنين. يكفي أن نعلم أن الجنين في الشريعة له حق محفوظ في الميراث، بل يحفظ للجنين أوفر الأنصبة عملا بالاحتمالات المعروفة في علم الفرائض. إذن فهذا الجنين له حقوق محفوظة، وهذه الشريعة تعطي رخصة لأمه الحامل لتفطر في نهار رمضان. والحمل هو عذر مبيح للمرأة الحامل الإفطار في نهار رمضان، كل ذلك معلوم. وهذا الجنين حينما يأتي إلى هذه الدنيا له أحكام شرعية ترافقه في جميع المجالات، وهذه الأحكام نقرأها مبثوثة في القرآن الكريم. على سبيل المثال نقرأ في سورة النساء الآية 19 الآية 21، نقرأ في سورة الروم الآية 21، نقرأ في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. صحيح أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، الأصل في المعاملات الحل الجواز إلا بنص، خلافا للعبادات التي فيها الأصل في العبادات الحظر أو المنع أو عدم الجواز إلا بنص. ولكن ربنا عز وجل لحكمة أرادها يضبط حركة الإنسان في جميع المعاملات، فيحرم ما يجب تحريمه، والمجال وسيع والمجال فسيح ليتحرك الناس ويبدعوا في جميع العقود التي توافق الشريعة ولا تعارضها. قال ربنا في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. وتأتي أطول آية في القرآن في المعاملات وهي الآية 282 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية، وهي أطول آية في القرآن. إذن في الخاتمة أقول: إن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع، والقرآن هو منهاج حياة.
لذلك قال ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.